شهدت الجامعات المغربية في عام 2008 نقلة نوعية في تدريس الرياضيات، حيث أصبح الدمج بين التكنولوجيا الحديثة والتعلم الرقمي واقعاً ملموساً عبر مشروع ماثيكس، الذي أتاح للأساتذة وطلبة الدكتوراه إنتاج دروس رقمية تفاعلية داخل مختبرات إعلامية متطورة. كما ساعد الذكاء الاصطناعي الجامعات على التنبؤ المبكر بمخاطر الفشل الدراسي وتقديم دعم مستهدف للطلبة. وبدأت تجارب أولية لاستخدام الواقع الممتد في دروس الهندسة، بينما تم تحديث البرامج لتشمل وحدات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. أما منهجية التعلم بالاكتشاف فتدمج بحذر وبشكل تدريجي لضمان استنادها إلى الأدلة العلمية والتجربة الفعلية.